السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. هتكلم النهاردة عن رقم 13 في المنام. رقم 13 مش بين الارقام المميزة، مش من الارقام اللي ذكرت في القرآن الكريم، بس همشي معاكم كده لحد رقم 20 وبعد كده ان شاء الله هيكون لنا ترتيب تاني، مش هنمشي عدد كده، هيكون لنا ترتيب تاني في الفيديوهات. تمام؟ رقم 13 بصراحة شديدة يعني في الرؤية هو رقم صعب شوية، رقم بيدل ان الشخص ده اما يعني هو حالتين اتنين في الرؤية، يا الشخص ده مظلوم ظلم شديد جدا جدا، مقهور، يعني عنده زي الزلزلة الداخلية من النفسية صعبة جدا، وقع عليه شيء كبير جدا. ده الاتجاه التاني اما ان انت الشخص الظالم. تمام؟ لو كنت انت الشخص الظالم، سواء بقى اكل حقوق، سواء ظلمت حد في اي حاجة في حياتك، انت اضرب نفسك واضرب حالك. اذا كنت مظلوم فالرؤية دي فيها هلاك للظالم. خلي بالك، لو انت مظلوم ربنا ان شاء الله هياخد لك حقك. السورة دي رقم سورة الرعد. شوف الرعد كده وشدته، وتحس كده بقوة الأحداث لما تبقى في السماء من الرعد وكده، ونبقى بنسبح ربنا وخايفين. الرعد هنا هلاك للظالم. إذا كنت مظلوم فبتبشر إن ربنا إن شاء الله هياخد لك حقك، هينصرك بإذن الله. وإذا كنت ظالم خلي بالك، لأن هنا ظهور رقم 13 الهلاك. ربنا هياخد حق المظلوم منك. الحق نفسك قبل ما غضب ربنا ينزل عليك ويلحقك. رقم 13 يظهر في الرؤية للأشخاص العابدين الزاهدين، يظهر للأشخاص اللي عليهم يعني حفظ من الرحمن سبحانه وتعالى. رقم جميل جدا إذا كان في بقى صلاح حال وتسبيح كتير وأذكار وأوراد وكده. لا، ده انت كده مالكش دعوة بالظلم والظالم والكلام ده، انت في حفظ من الله سبحانه وتعالى وفي تبشير بالأمان وبالسكينة بإذن الله. الرقم ده زي ما بقول لكم كده في معظم الأحوال هتلاقيه ظاهر للأشخاص اللي عندهم شدة أو أزمة أو ظلم شديد جدا. وضحت لكم إن شاء الله ربنا هينتقم لكم من الظالم وفي هلاك. انت اكيد بتدعي، يعني دايما تقول له ايه ده انت بتدعي على الظالم، يقول لك ده انا مش سايب، ده انا على طول، ده انا بتحرى كل الاوقات، ده انا كذا. لا، ده ربنا ان شاء الله هياخد لك حقك منه. تمام؟ والله تعالى اعلى واعلم. ان اصبت فمن الله وفضله وتوفيقه، وان اخطأت فمن نفسي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.